ومش لاقى. نسيت قلبك بين أيام وكتاباتي، كل ما أقول تخطيتك أفتكرك. طب وإيه الحل؟ إيه الحل في الذكريات يا عم العاشق الباقي؟ إزاي تموت وتختفي من أيامي؟ ما بتموتش يا ابني، ده لأنها مش عايشة. واديني قدامك أهو لسه بفتكرهم بلياليهم وأيامهم. وإيه الذكرى غير صوت وردة يصحي فيك حنين، ألمك يكتب عن الغايبين. الذكرى أنانية دايما بتفوز على الحاضر، دايما يوحشوك وبتكابر. كدبت كام مرة ولمعت عينيك فتحاك، تقول تخطيتها وأديها أهي وحشاك. مشيت بدون أسباب وعاك ترد باب قلبك ليها، كل ما تيجي تقسى افتكر كلام قريته في عينيها. طب وانت كلمني عن نفسك. أنا إيه غير بواقي كتابات متسابة، كل شعور حسيت بيه وكل لمسة إيد كدابة. قلت في يوم إنك احتيت بيها وديها مشيت وسابت لك بواقي لياليها. حاسب على كل شيء ماضي، سهران تكتب لها وتفكر. أنت كده راضي؟ حياتك مش باين لها ألوان، وتيجي قدامها وتفضل الكتمان. تقول إنك فقت وتخطيت، ويهزمك بيت شعر في قصيدة أو غنوة من فيروز وهي بتسرد وبتقول إنه لسه بيجي على بالها. الطبع على طول غلاب، خلاك ما تسألش يوم عنها. خدنا صدمات كفيلة تشكل شخصياتنا، عشناها بالتفاصيل وسميناها حياتنا. وكأنه فيلم بتنتجه الأحزان، وكأنه بطل دوره يعافر مع النسيان، وكأننا في سينما صامتة وكل واحد يترجم المشهد بخياله وإحساسه. وادي قلبه وترباسه بطل يحن البشر بعدك، سابك وسط الطريق وحدك. وأنا بكتب لك عنه وبوصف له إحساسك في عز الخوف، وإنك ثابتة برغم الظروف وبرغم اشتياقك ليه. عمرك ما حنيتي لعني وما كتبتلوش وحشتني، ولا مهتمة تعرفي أخباره، لكنك لسه بتحفظي أسراره. طب وإيه النهاية؟ إيه النهاية يا عم العاشق؟ لا مفيش. ارسمها بخيالك وإحساسك، حط نهاية بشخصيتك، ارجع لها لو شايف إنها تقدر تكون بيتك. ابعد لو تخطيتها ومش هتحن تاني في يوم. أقول لك سجلها تجربة واحكيها لولادك، حدوتة قبل